المسيح وعلى الملحدين أمثالكم وعلى النصيرية وعلى فلا تجي أنت تقلل من شأن الإنسان المقابل. يقول لم يجد، هم شنو عندهم؟ هم مذهب آخر؟ لا عزيزي، بل وجدنا، لكنه عندما تصل النوبة إلى العلماء وتفسيق العلماء وشتم العلماء فيما بين الحرمين وإقامة عزاء الحسيني على أي أنقاض؟ على أنقاض الشتم. أصلا هو هذا أمير، هذا الرجل أمير اللي أنت الآن أنت هذه كلها سويتها. أنت تعرف أستاذ هذا الرجل أمير كيف خرج من العراق؟ خرج بسبب هذا الموضوع. يعني شنو خرج بسبب هذا الموضوع؟ هذا الرجل مواليد 1994، ذهب إلى رجل اسمه محمود الصرخي، بالفيديو عندنا أنا ناشره. ذهب إلى محمود الصرخي. محمود الصرخي معروف في العراق، ادعى المرجعية وكفر الشيعة، موجود. طيب هذا تفاصيل ما لنا دخل، خلينا في النقاط، وانا سمحت لك وقت طويل بس حتى ما تحول خطبه جمعه. يلا عزيزي، يلا عزيزي، تصبح أيوة على طيب خير. حيك ولا يهمك. بس لا اسمعني، لا تقول خطبه جمعه مره ثانيه. موعدي وياك يوم 14. اسمع عزيزي، اسمع عزيزي، اسمع. انا مو وهابي ولا انا امير القريش تجر مثل ما تريد. اسمع بابا، اسمع عزيزي، اسمع استاذ علي. استاذ علي، طيب تفضل. موعدي معك يوم 14، وكما قلت لك ستنقل إلى قناة الحجة الفضائية، وتنقل إلى قناة الحاج وعد، تنقل إلى قناتي، وتنقل إلى المواقع بأجمعها، وتنقل إلى التيك توك. أنا قلت للأخ بس أنا حاب أقول لك شيء أيمن، قلت له ما أدخل لأن أنا أعرف اللي راح يجرى هذا. لا ولا في حال، لا كل خير. لا عزيزي، مرة ثانية أنا حاب أقول لك شيء من الآن. مرة ثانية لا تكلم معي، أنا متكلم معك بكل احترام واحترام. اسمعني يا جدا احترمك، لكن أنت الظاهر تريد أن أكلمك بطريقة ثانية ما تطلع من عندي، لأن لا اسمعني أقول لك. فعليه اسمع موعد وياك أثناء المناظرة. انتظر الموعد يوم 10 أو يوم 14. ونحدد الوقت الثاني ونحدد الوقت الثالث. ومرة ثانية اتعلم، أنت عربي ويمني، مرة ثانية اتعلم اللي يدخل البيتك تحترمه مثل ما هو محترمه. مو مثل ما سوى بيك امير، يجيبك ويفرك ويحطك وانت تتمضحك معه. يا اخي اسمعني، يلا في امان الله. على المناظره بعد الكلام معك. طيب اسمعني. طيب شيخ احمد، المهم يا شيخ احمد، انا اذا كنت بهذا الشكل وستقول هذا الكلام لا يليق وهذا الكلام، انا بالنسبه لي لا ارى فائده من النقاش معك. اذا قلت ان دينك خرافات ستولول وتبكي وتصرخ ولن أستطيع الجدل معك. إذا قلت أن هذه التركيبات اللغوية التي تعملها لتسويق النص الديني أرى أنها ترقيع ستعد ذلك سبا لك، إذن لا أستطيع مناقشتك. هذه الأمور نقولها ونقول أنها أسطورة، أنها خرافة. هذا من حقي أنا كلاديني أن أعبر عن رأيي في أي معتقد آخر. قلتها أمام مشايخ السنة، قلتها أمام مشايخ القرشي، نقولها دائما. فالشخص الذي لا يتقبل مثل هذه الألفاظ يروح للحوزة يخطب أمام طلابه ويقعد يعبي أفكارهم. أما أنه يطلب مناقشة ثم يقول لا هذا غير مسموح وهذا مسموح، لا يا حبيبي. إذا تحب نستمر على موعدنا فلا يحق لك التعليق على كلامي أو عده سبا لمجرد أني قلت رأيي. أنا أقول لك نفس الآراء اللي قلتها هنا سأقولها عندك. فإن كانت هذه الأمور ستسيء لك كما تقول خلاص بلاها النقاش. يعني أنا مش حابة أجي عندك وتروح بعدين تستعرض لأنك في قناتك وهذه إساءة. لا، أنا أقول لك من الآن وأنت الآن بتسمعنا سواء بحسابك الأساسي ولا دخلتها من حساب آخر، هذه الآراء اللي قلتها في حسابي وفي القنوات الأخرى سأقولها عندك. إن كنت ستتحمل هذا الوضوح فأهلا وسهلا، ما كنت ستتحمل ابقى تناقش مع نفسك بصراحة. يعني أنا مش حابة أوجع راسي إنه ما هو الذي يصح أن يقال وما هو الذي لا يصح. أنا خلال كل مناقشاتي لم أقل لا عن ضيفي ولا عن أي ضيوف آخرين أن هذا حمار، بس أنت قلتها اليوم. فمن هو الأكثر تأدبا عندما تقول عليك أن عندما تستضيف أحد أن تكون مؤدبا معه؟ من هو الذي أساء؟ أنت الذي سبيت. أنا ما قلت فلان حمار سواء كان حاضر أو غائب، بس أنت اللي وقعت في هذا الأمر. ما أنا عارف ليش مشايخ الدين الدنيا عندهم مقلوبة، يجيزون لأنفسهم سب وشتم المختلف، وهو لو تركته يتحدث على أمير الله أعلم إيش كان بيقول عليه أكثر من حمار ومجرم وإرهابي، مع أني قلت أنه من حقه يقول عليه مجرم وإرهابي. هذا أوصاف سياسية يعني لا أعتبرها مسبات، هو تعريف أو تصنيف لفعل
مثلا أمير يقول آراء قد تتسبب في كذا وكذا، هو يرى أن هذه الآراء تؤدي إلى إرهاب أو هذا رأيه السياسي. لكن الكارثة أن نبرر للإرهابيين، نبرر للدواعش القتلة الذين ذبحوا آلاف العراقيين في هذا الواقعة اللي بيسموها سبايكر، ونقول أنه والله هؤلاء هم مساكين هاجوا بسبب تصريحات أمير. لا يا حبيبي، هؤلاء كذلك هم لديهم سب وطعن على الشيعة. هل يبرر سب وطعن كثير من السنة للشيعة وتكفيرهم أن يقوم متطرفين وإرهابيين من الشيعة ليذبحوا إخوانهم السنة؟ لا، هذا طبيعة الأديان، كل دين يتهم الدين الآخر، كل مذهب يطعن في المذهب الآخر. علينا أن نقبل هذه باعتبارها حرية رأي. إذا كان الله في قرآنه يقول لقد كفر الذين قالوا الله ثالث ثلاثة، ويصف أن من يؤمن أن هناك ابن للإله أو هو الرب المسيح أنهم أشركوا، هذا الإله بيقول هكذا. أنت تصادر على أي دين أن يتهم الآخرين بذلك؟ الأساس أن الأديان قائمة على ازدراء بعضها البعض وعلى تكفير بعضها البعض. علينا يا شيخ أحمد أن نرسخ هذه الحرية لدى الناس سنة وشيعة. نقول من حقك أن تطعن في الدين الآخر، تطعن في مقدساته، تدين الأشخاص المقدسين لديه من كتبهم، وتقول أنتم كتبتم كذا كذا عن فلان أو عن فلان. هذا حق طبيعي. اللي هو غير طبيعي واللي هو إرهابي ما قامت به داعش وليس ما قام به أمير، لأن ما بيقوم بأمير بيقوموا بكل أصحاب الأديان، بيطعنوا في الأديان الأخرى. اللي مزق المصحف ليس إرهابيا، اللي هو السويدي. الإرهابي هو الذي سيقتله. اللي رسم رسوم مسيئة للنبي محمد في صحيفة شارلي إبدو وأنا ضدها وأدينها، لكن الذي قتله إرهابي. أما اللي رسم مش إرهابي، هو بيعبر عن حرية رأيه، وهذه الحرية الرأي مكفولة. نحن اليوم عندما نرى ما بتفعله مثلا الحكومة الهندية برئاسة هذا مودي المتطرف، يمكن أن نرسم مودي أو نرسم الهنود بأنهم مجرمين يقتلون المسلمين، هذا حقنا. هل يحق للهنود أن يحرقونا لأننا رسمنا أو عبرنا عن إرهاب مودي ضد المسلمين بأنه مثلا رسمناه وأنه يحمل قنابل ويرميها على المسلمين؟ عادي. طيب ما الفرنسيين رسموا النبي محمد ووضعوا في رأسه قنابل. طبعا أنا أرى أن هذه إساءة، لكن في النهاية نحن نسيء للآخرين، عادي، كل واحد يسيء. الإرهابي هو من يذهب ليقتل ويفخخ ويفجر. ما أنا عارف شيخ أحمد هذا كيف بنسوي إحنا وياه، لكن أنا بقول لصديقنا اللي بتوسط على النقاش بيني وبينه، قل للشيخ هذا هو مستوى حديثي، إن كان سيتقبل، ما لم يجلس يغرد له في المربع حقه ما باجي القناة ويعتبر الاتفاق ملغي. طيب